السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت ابتدي لكم المقطع اللي هو صوت القلاية وهي شغالة بيبقى عامل ازاي، وده التايمر اللي بيعد الوقت اللي انت كنت ظابطه تك 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 كده ورا بعضه، عشان يقولك خلاص ان القلاية كده الوقت اللي انت ظبطته خلص. اول حاجة زي ما قلت لكم ان انا هجرب فيها البطاطس، مجرباها من فترة بس الفيديو لسه نازل معلش. اول حاجة انا حطيت البطاطس 10 دقايق في القلاية، وطلعتها اشوفها ايه الدنيا، لقيتها لسه نية. تمام. دخلتها كمان 5 دقايق، 5 دقايق لقيتها محتاجة 5 دقايق كمان، محتاجاها تبقى مستوية وطرية، ما بحبهاش تبقى مقرمشة قوي. فاحنا المفروض بنحط البطاطس مقطعة تقطيع يعتبر متساوي. البطاطس اللي عندي كانت صغيرة عشان كده الصوابع بتاعتها صغيرة، بترشيها رشة زيت. الأفضل طبعا ترشي رشة زيت، ما تحطهاش كده خالص، يعني اديها ريحة الزيت اللي احنا بنهريه فيها في القلاية. رشة زيت ودخليها فيها. يعتبر البطاطس خدت مني في التوتال تلت ساعة، فأنا حبيت أجربها مرة تانية مع البطاطس ككل. يعني جبت طبق بطاطس من جديد وحطيته، وظبطت التايمر على 20 دقيقة بقى، من غير ما أقلب ومن غير ما أعمل أي حاجة. هدخلك 20 دقيقة وأشوفك هتطلعي لي عاملة ازاي. هي أنا متفقة معاكم إن الوقت طويل طبعا، بس أنا بدور على حاجة برضو صحية وبتوفر، صحية وبتوفر، هقلل الزيت، فأكيد الكوليسترول اللي في جسمنا هيقل، فنحاول على قد ما يقدر. طب هل الطعم هو ولا لأ؟ كلنا متعودين على البطاطس اللي مليانة زيت، تمام، فبتلاقوها يعني محبشتكة قوي كده شوية. بس الطعم مقارب جدا، مقارب جدا. دي بعد تلت ساعة من غير ما اقلب، من غير ما اعمل اي حاجة بقى، خدت اللون وبقت طالعة بطاطس متحمرة بس صحية. بصراحة القلاية جميلة، فانتي بس يعني ايه، محتاجة تكوني تشغليها قبلها، ده بخصوص البطاطس. لكن في حاجات كتير تانية أسرع من الزيت بالنسبة لي. هجرب فيها كمان البيض معاكم، جبت 3 بيضات وحطيتهم. غلطتي ان انا المفروض اقلبه من الاول، انا مبحبوش كده كده عيون خالص. هحطه الاول 5 دقايق، حطيت الملح، وكان المفروض برضو اقلب الملح فيها كويس، بس انا كده كده هنقلبه دلوقتي. هظبط التايمر، ببدأ اشوف انا كل اكله محتاجه مني وقت قد ايه في الاول، بحيث ان بعد كده اظبط الوقت على طول اللي هي خدته معايا فيه. بس انا برضو لسه بجرب، يعني انا هظبط دلوقتي البيض على 5 دقايق، هشوف هو هيكون استوى معايا ولا لا، واطلعها لي. تمام، هلاقي البيض استوى بعد 5 دقايق ولا لا. كنت ظابطة كمان الحرارة على 180. أنا يعتبر نص الأكلات سايباها على تايمر البطاطس أو على برنامج البطاطس زي ما هو، وبلعب في الوقت، إلا بعض الأكلات زي الفراخ يعني. بعد 5 دقايق ده كان شكله بالنسبة لي ني جدا طبعا. قلبته كويس، ومفروض كده طبعا من الأول أعمل كده. ظبطت كمان 5 دقايق. بس بقى أول تجربة اللي اكتشفوا إنه كده 5 و5 يعني 10 دقايق كتير على البيض. استوى سواء كامل كامل كامل، يعني اتقلب كأنه كيكة، بس طعمه جميل جدا يعني. آه، بقى زي قرص البيض أو العجة كبير، بس هو كطعم وشكل حلو. بس هي محتاجة مني بعد كده أعرف وقت قد ايه، هي محتاجة مني 7 دقايق بس، يعني أظبط التايمر من أوله. 7 دقايق هيخرج لي بيض أومليت عادي جدا. تمام، يلا نخش على العيش بقى، التوست اللي هو العيش الشامي او اي عيش عايزه تحمصيه عموما يعني. جبت العيش وقطعته كده مثلثات او انصاص زي ما انت عايزه، وتدي له رشه زيت خفيفه. حابه تضيفي له التوابل وهو في القلايه، تمام، مش حابه زي ما انت عايزه. وهبدا اظبط الوقت بتاعي، سايباه برضو على حراره 180 تقريبا. اديته 10 دقايق، اديته 11 دقيقه، فهو 10 دقايق كفايه عليه. طلع لي توست زي اللي بناكله مع بتاع الكشري كده، جميل جدا 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 بصراحه. فهي منجزة في حاجات كتير، وتقدري يعني مثلا تكون حاجات على البوتاجاز وتعملي معاها في نفس الوقت. دلوقتي هنجرب الفلفل. طبعا كلنا بنستغناش عن الفلفل المقلي ده، وبيشرب مننا زيت بطريقة فظيعة. لا، احنا هنجربه دلوقتي في القلاية. اديله رشة زيت خفيفة، جربت الرومي مع الحراق، واديته تايمر 5 دقايق، وهدخله واشوف وقته عمل ايه. نسيت اقول لكم ان لازم الدرج يكون محكم عشان الزرار دي يشتغل. بعد 5 دقايق لقيته جميل من الناحيه دي، احتجت اقلبه الناحيه التانية، واديته رشه زيت كمان من على الوش التاني. في الاول أنا كنت برشش الزيت جوه القلايه، يعني في الطبق السيليكون كده. بصوا القرن طلع عامل ازاي، جميل جدا جدا، ما فيهوش زيت، مش شارب زيت. خرجته حطيت له التوابل، تحفه.